المتقرر في القواعد أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى والأولى فصلهما. وبناء على ذلك فإنه من باب الجواز يجوز للإنسان إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان أن يجعل هذا القضاء في يوم عاشوراء، فإن جعله في يوم عاشوراء فإنه يعتبر له صيامان: صيام يوم عاشوراء وسقوط ما عليه من القضاء، لأن هذا صيام وهذا صيام فهما من جنس واحد ووقتهما واحد. فإذا قضى الإنسان شيئا من أيام قضائه في رمضان في يوم عاشوراء فإن القضاء يسقط عنه ويحسب له أيضا. هذا يا شيخ اللي يسمى تداخل العبادات. هذا يسمى تداخل العبادات، كالذي يجتمع عليه غسلان: غسل جمعة وغسل جنابة فيكفيه عنهما غسل واحد. وإذا اجتمع على الإنسان طواف وداع وطواف إفاضة فيكفي عن الطوافين طواف واحد. وهذا من تخفيف الله عز وجل وتيسيره. طب هل ينسحب هذا يا شيخ على صيام الست من شوال؟ الجواب لا، لأن صيام الست من شوال بالنسبة لرمضان صيام تعاقبي، نعم. مثل نافلة الظهر مع صلاة الظهر. نعم. ولا تشرع النافلة إلا إذا أتم صلاة الظهر. نعم. ولا يشرع كذلك البدء في صيام الست من شوال إلا إذا انتهى من رمضان أداء وقضاء. فصيام الست مع رمضان تعاقبي، وأما صيام القضاء مع يوم عرفة أو يوم عاشوراء فهو صيام توافقي وفرقان بين النوعين. يا سلام، أحسن الله إليك. بارك الله فيك أبو الوليد، جزاك الله، حياك الله.